أعلن اليوتيوبر المغربي الشهير إلياس المالكي رئيس الفريق المغربي المشارك في مونديال دوري الملوك عن نيته تخصيص أكثر من نصف الجائزة التي سيحصل عليها فريقه في حال فوزه باللقب لدعم الأعمال الخيرية في إقليم الحوز. ويأتي هذا الإعلان بعد تأهل المنتخب المغربي إلى نصف نهائي البطولة، ليؤكد المالكي وفاءه بوعده لمساعدة الإقليم الذي تعرض لظروف قاسية جراء الزلزال الأخير. وأوضح إلياس المالكي أن مبلغ 200 مليون سنتيم من الجائزة سيتم تخصيصه لبناء آبار مياه في إقليم الحوز، في خطوة تهدف إلى توفير مصدر دائم للمياه لسكان المنطقة التي عانت من صعوبات كبيرة في الفترة الأخيرة. وأضاف أنه سيتبرع أيضا بمبلغ 100 مليون سنتيم للاعب سعيد العوني المعروف بلقب لولا الظروف، تقديرا لإرادته الصلبة وتحديه الكبير في مواجهة الظروف الصعبة. كما أشار المالكي إلى أنه سيخصص 50 مليون سنتيم لبقية أعضاء الفريق، رغم توقعه برفضهم لهذه المكافأة نظرا لوضعهم المالي الميسور، مؤكدا أن الهدف من هذه التخصيصات هو تعزيز روح التضامن والعمل الخيري في المغرب. تأتي هذه المبادرة بعد أن حقق المنتخب المغربي إنجازا تاريخيا بتأهله إلى نصف نهائي مونديال دوري الملوك بعد فوزه المثير على المنتخب الأمريكي بركلات الترجيح، قبل أن ينتهي مشواره نحو اللقب بعد انهزامه في نصف النهائي أمام المنتخب الكولومبي ب2-0.